مداهم وشاكر الاسمين اللي عاملين ضجة على السوشيال ميديا كلها وبالأخص على التيك توك، وحتى الإعلام برضه ما سلموش منه وطلع اسمهم وتذكر اسمهم في الإعلام. إيه حكاية الاسمين دول وإيه قصتهم وإيه الملخص بتاعهم؟ في الفيديو ده أنا هجيب لك الملخص بتاع القصة دي كلها، وكمان هقول لك على الكلام اللي هم نفسهم ما يقدروش يطلعوا يقولوه، ودي كلها هتكون في ملخص الحقائق اللي أنا هطلع أقوله لك النهاردة. نبتدي القصة من البداية كان مداهم ومن بعده جه شاكر. شاكر قصته خلصانة ومعروفة. ناجي بقى للموضوع الثاني اللي شغال حاليا واللي داير حاليا اللي هو مداهم. قصة مداهم ايه؟ قصة مداهم كانت في البداية خالص، اول فيديو ليه لما كان بيطلع على التيك توك كان قاعد عنده في اللايف حوالي 2 أو 3، وهو قاعد كده وفجأة يجي له اسد في اللايف بتاعه. وهنا كانت الصدمة بالنسبة للمداهم ان مفيش حد عنده في اللايف وفجأة يجي له اسد. راح عامل حركة كده ببقه، يعني انا مش هينفع اعملها، هي حركة عيب يعني. ايه ده؟ مين دول؟ خدوا سكرينات يا عيال. 1000 جاك الفرج. فرج مين ده؟ فرج واخواته. اظبطك حبيبي. ايه ده؟ في ايه يا جدعان؟ 1200 في حاجه غلط. ولكن هو عمل الحركه دي تعبيرا منه يعني على المفاجاه بتاعته والاستغراب والفرحه بالاسد اللي جاله. فالمهم اشتغل يهيص ويزعق ومش عارف ايه وفرحان بالاسد اللي جاله بتاع. ومن هنا ابتدت القصه بتاعت مداهم، واشتغل في قصه اللايفات وابتدى يكبر شويه بشويه ونجح واجتهد وخد سنين كتيره لغايه ما وصل للمكان اللي هو فيها دلوقتي. اشتغل مداهم سنه ورا الثانيه في اللايفات، اللايف بتاعه بقى يكبر شويه بشويه، مره من 1000 ل 2000 ل 3000 ل 5000 لغايه ما بقى مداهم بمجرد ما بيدخل ويفتح اللايف بتاعه بينزل عليه اقل حاجه مبدئيا 20000 متابع او 20000 مشاهد في اللايف بتاعه. اللايفات بتاعته زي ما كلكم عارفين، الكلام اللي انا هقوله ده انا مش بدعي على مداهم ولا اي حاجه، ولكن اللايفات بتاعته متسجله في فيديوهات، والفيديوهات دي منتشره على منصات التواصل كلها. اللايفات بتاعته اغلبها بيطلع مع بنات، بيبقى فيها حركات، بيبقى فيها اسلوب، بيبقى فيها الفاظ خارجه ساعات، بيبقى فيها كلام، بيبقى فيها ضحك، بيبقى فيها هزار، بتبقى في بنات بتطلع مثلا بشكل في ناس تتقبل وفي ناس ما تتقبلوش. المهم ان مداهم ابتدى يكافح سنه ورا الثانيه وما كانش بيهوف يوم الا ويطلع فيه بس مباشر. وللعلم عشان تبقوا عارفين الموضوع ده مجهد جدا، انا شغال في الميديا وعارف الكلام اللي بقول لكم عليه. لو انت بالنسبه لك الموضوع ان انت بتقعد تتفرج على ساعه او ساعتين على مداهم، او بتقعد تتفرج على فيديو 5 دقائق او 10 دقائق حد بينزله لك ويعمله لك، انت بتتفرج على ال5 دقائق وما بتشوفش الخلف الكواليس ايه. الموضوع مجهد جدا ومتعب جدا ومرهق جدا ومقرف جدا. يعني ما يغركش انك تقول ان بيخش له ملايين وبيخش له فلوس. انت تعالى مكانه اعمل اللي هو بيعمله وجرب بنفسك، هل هتستحمل وتستمر زي ما هو مستحمل ومستمر، ولا مش هتقدر تعمل اللي هو بيعمله؟ دي المقارنه اللي انت المفروض تقارن بها الشخص الثاني. ولكن مداهم استمر وكمل ايا كان بقى بعيد عن اللي هو بيعمله، سواء انت متفق معاه او مختلف معاه، ومع تحفظي على بعض الحاجات اللي هو بيعملها اللي انا متحفظ عليها واللي انا يعني بختلف معاه فيها. ولكن احنا هنا بنتكلم في جزئيه معينه، جزئيه ان هو تعب واجتهد لغايه ما وصل، ايا كان اللي كان بيعمله ده سواء هو كويس او مش كويس من وجهه نظرك. ولكن احنا بنتكلم في قصه ان هو تعب واجتهد لغايه ما وصل. ابتدى بقى مع نجاحات مداهم تطلع اشاعات تلازمه كل فتره والتانيه. مره مداهم مش عارف حصل له ايه، مره مداهم مش عارف عمل حفله فين، مره مداهم مش عارف طلع مع رشروش فين، مره مداهم مش عارف فتح مطعم ايه، مره مداهم مش عارف. المهم مره مداهم اتخطف، مره مداهم مش عارف. اشاعات فضلت تطلع حوالين مداهم بتلازمه بالتوازي مع مسيره نجاحه. نفس قصه محمد رمضان بالظبط. يعني محمد رمضان كان في بدايته الدنيا كلها كانت شغاله عليه هجوم، ولكن هو خد من الهجوم ده سلم طلع بيه لغايه ما وصل لهدفه وحقق حلمه اللي هو عايز يوصل له، وما شكلتش الانتقادات دي كلها اي عائق ليه. المهم ان مداهم كمل واستمر لغايه ما وصل المرحله اللي احنا قلنا عليها دلوقتي. اللي مؤخرا بقى حاصل مع مداهم ايه؟ ان قال لك ان المطعم بتاعه اتقفل، وابتدت بقى سيل من الاشاعات تنطلق على مداهم وتطلع عليه، لغايه ما مؤخرا عمل فيديوهين طلع حكى فيهم اللي حصل معاه بالظبط، وبعد كده راح طلع لايف برضه حكى فيه كل اللي حصل معاه. طب القصه اللي احنا بنحكيها بتاعت مداهم دي الملخص بتاعها ايه، او اللي احنا عايزين نقوله ايه؟ الملخص بتاعها بيتلخص كله على بعضه في حاجه بسيطه خالص، وهي الحقد والحسد والظلم والقهر وغل الناس من بعض الناجحين ومحاوله اسقاطهم. يعني زي مؤخرا مثلا طلعت ناس كتير تتكلم على قصه مداهم دي، وناس كتير تتكلم برضه على قصه مداهم وشاكر، ان هم بيعملوا غسيل اموال، ان هم مش عارف معاهم ملايين، ان هم من اصحاب الثروات. البدايه بقى ابتدت ايه؟ البدايه ابتدت ان الناس دي او الشخصين دول هم طلعوا على التيك توك بينشروا الفساد وبينشروا الفجور وبينشروا الفسق، وان هم مش عارف مدعاة للرذيله، وان هم الكلام اللي بيعملوه ده ما ينفعش وبيسوء للمجتمع. المهم فضلوا على النغمه دي. النغمه دي ما كانتش معاهم. ناس كتير جهدت وحاولت ان هي
تاخد الموضوع ده سبب وعله في ان هم يوقعوا قصه مداهم وشاكر وقصه اللايفات وقصه التيك توك دي، ولكن فشلوا. وطبعا ورا القصه دي، وهو ده الهدف من الموضوع اللي احنا بنحكيه، وراه اصلا هدف تاني. يعني القصه مش قصه ان هم ادعاء للرذيله وان هم يعني خايفين على المجتمع وان ده مش عارف، لا، كل الكلام ده ما فيش. الدليل على الكلام ده اللي هقوله لك دلوقتي، ان جت طلعت الناس دي بعد كده على حقيقتها لما ما لقيتش فايده من الدخله دي، فراح داخلين دخله ثانيه. ايه الدخله الثانيه اللي دخلوها؟ اللي هو الوش المكشوف. كشفوا وشهم وطلعوا مباشره كده قدام الناس في الاعلام وعلى تليفوناتهم لايفات طلعوا عملوها، قالوا لك ان الناس دي بتعمل ملايين. هو ده بقى السبب الحقيقي. كل الناس الفيديوهات اللي اتعملت على شاكر ومداهم، اتحداكم اتحدى اي حد يجيب فيديو واحد اتعمل على شاكر او مداهم او الناس اللي بتطلع لايفات على التيك توك، مع التحفظ على بعض الشخصيات واللي بتعمله في قصص اللايفات، ولكن انا بتكلم في المجمل. اتحدى واحد يجيب لي فيديو طلع حد اتكلم فيه او ناقش فيه او انتقد فيه قصه التيك توك دي، الا وكان في كلامه قصه الفلوس. ما بيتكلمش الا دايما يقول لك يا عم ده بيعملوا ملايين، ده بيعملوا فلوس، ده الاسد مش عارف ايه. يعني انت الهدف الاساسي في الموضوع، انت اشكاليتك في القصه ان هم بيعملوا ملايين، مش اشكاليتك في القصه ان انت عايز، ان انت خايف على المجتمع او خايف ان الرذيله تنتشر، او انت مثلا عايز تحد من الرذيله او الكلام ده. وانما انت واخد الكلام ده ستار عشان تداري بيه حقدك اللي جواك من ان الناس دي بتعمل فلوس. وده الحقيقه السبب الرئيسي. لان مؤخرا طلع حتى لما بعد كده قال لك ان في قضايا اترفعت على الناس دي وكده. طب السبب الرئيسي ايه؟ لما ما لقوش فايده خالص كشفوا الستار وقال لك السبب الرئيسي ان هم بيعملوا ملايين من اللايفات بتاعتهم. طب انت ايه مشكلتك ان هم يعملوا ملايين؟ هل الملايين دي خدوها من جيبك؟ طب هل انت يعني ده مجرد سؤال والله، يعني للناس اللي هي بتسعى في افساد عمل الاخرين وفي قتل طموحهم والسعي وراء احباطهم والوقوف في طريق نجاحهم. يعني انت مشكلتك ان هو بيعمل فلوس. طب هل الفلوس دي هو خدها منك؟ طب هل انت لو رحت مثلا وتسببت في قطع عيشه وقطع رزقه ووقفت له دخله ووقفت له رزقه، هل انت هتستفاد حاجه؟ ما هو انت الهدف الرئيسي قلت الفلوس، يعني مش الهدف الرئيسي ان انت خايف على المجتمع ولا ان انت خايف على الرذيله ولا انت خايف على بنات المسلمين ولا الكلام ده كله. انت جبتها وش كده وبتقول الفلوس. فانا حقيقه مش لاقي سبب مقنع يقنعني بانك انت تروح تتسبب في قطع عيش حد وانك تكون سبب في وقوف رزقه. هل ده هيعود عليك بايه؟ يجي حد يقول لي طب ما هم بالفعل بيطلعوا على اللايفات وبيعملوا حاجات ما ينفعش تتعمل. هقول لك الغلط مش عليهم. هنعتبر جدلا ان هم بيطلعوا فعلا وبيعملوا الكلام ده. انت ليه بتجيب الخطأ عليه هو؟ بالنسبه للملايين اللي بيشوفوهم على فيديوهاتهم وبالنسبه للالافات بال20,000 وال30,000 اللي بيكونوا في اللايفات بتاعتهم. المفروض انا من وجهه نظري الخطأ الاكبر والذنب الاكبر والعتاب الاكبر ما يوقعش على الاشخاص اللي طالعين دول، يوقع على الاشخاص اللي بيخشوا يتفرجوا عليهم. وان كان اللي بيدخلوا يتفرجوا عليهم لو انتوا كمجتمع مستائين من اللي هم بيقدموه، المفروض تمنعوا اللي بيتفرجوا عليهم عشان ما يدعموهمش، لان هم دول السبب الرئيسي في دعمهم. فانتوا ما تجيبوش اللوم عليهم والخطأ عليهم، والخطأ اصلا عندكم انتوا. طيب هنقول ان الفئه الاغلبيه من اللي بتتفرج عليهم صغيرين من السن الصغير، يبقى الخطأ على اهاليهم. يبقى المفروض على اللي راح رفع، لو هو في نيته فعلا ان هو عشان خاطر خايف على المجتمع والكلام الجميل المنمق اللي بيقولوه ده، المفروض الاولى انت تبحث وتتعب وتجتهد في انك تدور على الاشخاص اللي بيدخلوا في اللايفات عندهم وتروح ترفع قواضي على اهاليهم علشان يتعلموا الادب ويعرفوا ازاي يربوا عيالهم ويعرفوا اولادهم يتفرجوا على ايه وما يتفرجوش على ايه. ولكن انت ما تسيبش الاصل وتمسك في الفرع، وان كان الفرع من وجهة نظرك هو فرع مايل وجب قطعه، ولكن الاصل في الجذر برضه ممكن يكون مسوس وبرضه يجب قطعه عشان تنبت بعد كده شجرة تكون شجرة جميلة ونبتة حسنة. فأنا وجهة نظري في قصة مداهم سيبوا الراجل في حاله، لأن الراجل حتى وإن كان بيعمل الخطأ قبل كده فهو تدريجيا ابتدى يقلل منه. وبرضه ما يخفاش علينا ان احنا نمسك الجانب السيء والجانب السلبي ونسيب الجانب الكويس والجانب الايجابي. لان الجانب الايجابي بتاع مداهم ان هو بيعمل خير، بيعمل خير، بيساعد ناس، بيساعد ناس، بيطلع لله، بيطلع لله. والكلام ده متسجل في فيديوهات علنيه، يعني عمله قدام الناس وفي ناس طلعت قالت عنه من غير ما هو يقول. يعني في حاجات تانية في الخفاء. فزي ما انت شايف جزء سيء وجزء سلبي وجزء فاسد فيه، هو في الناحيه الثانيه برضه جزء كويس وجزء جيد وجزء طيب وحسن. فما تاخدش انت الجزء السيء وتسيب الجزء الكويس الايجابي. هتقول لي طب ما هو بيعمل حاجات مش كويسه. طب يعني انت بتعمل حاجات كويسه؟ يعني انت كل اللي بتعمله كويس؟ ما هو كل ابن ادم خطاء، فما فيش حد سلمان من الخطا.
انت بتعمل اخطاء، ممكن تكون بتعمل اخطاء اكتر من اللي بيعملها مداهم، وبتجاهر بالمعصيه اكتر من المجاهر اللي بيجاهرها مداهم، ولكن انت ربنا ساتر عليك، مبعدك عن انظار الناس، ولكن ده عشان هو محطوط في الصوره ومحطوط دايما في الترند والسوشيال ميديا، فهو اخطاء ممكن اللي بيعملها بتكون ظاهره للناس، ولكن انت ربنا ساتر عليك. فما تعيبش على واحد مبتلى عشان ربنا ما يعافيهوش ويبتليك، وانما ادعي له بالهدايه. في نفس الوقت ما تبقاش حافز للشماته، فان اول ما البني ادم يوقع كله يميل عليه وكله يهجم عليه والسكاكين تكتر عليه. احنا بقينا فعلا مجتمع منصدق، نشوف حد يوقع في اذى وكلنا نتكالب عليه. انا النهارده ما امنش على نفسي، النهارده في ناس كتير بتكتب لي في التعليقات وفي الكومنتات ان انت شخص محترم واحنا بنحبك ومش عارف ايه وبتاع. بكره لو اتكتب على السوشيال ميديا ان دوشي حصلت معاه مصيبه او حصل معاه كارثه او اكتشفنا ان مش عارف دوشي ايه او حصل مع دوشي ايه، هتلاقي الدنيا كلها ظاطت على دوشي وكله بقى يجيب في دوشي، وكل الناس اللي كانت بتتكلم على دوشي كويس كلها هتطلع تعمل في دوشي. فلا، ما يعني اسلوب يعني بصراحه قمه في الرخص، يعني ما ينفعش كده. البني ادم حتى لو هو بيخطأ نقومه على الخطأ اللي هو بيعمله، وبرضه لما يوقع نسنده. هي دي صفات المسلمين، ولكن مش نعمل العكس. هو في ضائقه ومحنه ندعي له نقول ربنا يقومه بالسلامه وربنا يكرمه، ولعلها تكون يعني ضائقه خير ليه يطلع منها ربنا يكرمه ويبقى للأحسن إن شاء الله بإذن الله. الجزئية الأخيرة اللي أنا ذكرتها لك دي كان الكلام اللي ولا مداهم ولا شاكر هيقدروا يطلعوا يقولوه، لأن ببساطة كده عندهم عزة نفس، فعزة نفسه تمنع إن هو يطلع ويقول كلام زي ده. ولكن الكلام ده ممكن يتقال على لسان حد تاني زي حالاتي أو زي حالات أي حد، ولكن هم نفسهم ما يقدروش يطلعوا يقولوا الكلام ده. ليه؟ عشان عندهم عزة نفس. هتيجي تقول لي الناس اللي بتطلع تعمل الكلام اللي احنا شايفينه على الميديا ده دي ناس عندها عزة نفس؟ هقول لك عنده عزة نفس، مفيش مشكله انه يكون عنده عزه نفس. هو عنده صفات ممكن تكون مش عندك، انت عندك صفات ممكن تكون مش عنده، فمش معنى ان انت شايف في شيء قبيح فيبقى كله قبيح، وانما ربنا زي ما وزع الارزاق وزع الصفات على الناس. فممكن يكون هو عنده دم وعنده خشى وعنده حياء، وانت ما يكونش عندك خشى ولا عندك دم ولا عندك حياء، وتلاقي نفسك بلط وتلاقي نفسك جبله وتلاقي نفسك ما بتحسش وتلاقي نفسك ممكن تدخل تكتب كومنت بغيض مثلا. فده يعتبر من صفات برضو عدم الإحساس. فمش كل الصفات اللي ربنا وهبها لك لازم تبقى عند كل الناس، ومش كل الصفات اللي انت بتشوفها في الناس عايزها تبقى فيك. ربنا زي ما وزع الأرزاق وزع الصفات. وده كان بالمختصر الكلام اللي ولا مداهم ولا شاكر كانوا هيقدروا يطلعوا يقولوه، لأن زي ما قلت لك بالمختصر أكيد عندهم عزة نفس تمنعهم من إن هم يطلعوا يقولوا كده عن نفسيهم. ولكن الناس اللي عندها رؤية وعندها بصيرة اللي بتشوف الجانب الخير في الناس هي اللي بتطلع وتقول الكلام ده. وأنا بالنسبة لي في قصة مداهم أنا عن نفسي بدعي له ربنا يكرمه ويقومه من المحنة اللي هو فيها، وإن شاء الله بإذن الله يرجع أحسن من الأول. والكلام اللي أنا بقوله ده أنا لا عايز حاجة من مداهم ولا مداهم يعرفني ولا أنا أعرفه، ولكن أنا بتكلم بصفة عامة، لأن أنا عندي حساسية من قصة الظلم، قصة ظلم الناس واضطهادهم والافتراء عليهم والحاجات دي كلها، الصفات دي كلها أنا عندي حساسية منها. ومش فاهم بعض الناس بتعمل الكلام ده ليه. يعني في بعض الناس كده تلاقيها سبحان الله ربنا مسلطها على خلق الله، يعني هو ملوش عنده اي حاجه، لا هو اذاه ولا هو ظلمه ولا هو شتمه ولا هو جاب سيرته ولا هو يعرفه اصلا ولا ليه حاجه عنده، ولكن تلاقي واحد طالع يقول لك لا ده بيعملوا ملايين، احنا لازم نوقف لهم عشان بيعملوا ملايين. طب يا عم انت ايه مشكلتك ان هو يعمل ملايين؟ لا حول ولا قوه الا بالله. المهم في النهايه هي دي ملخص القصه بتاعت قصه مداهم او شاكر او اي حد سواء كان قبلهم او هيجي بعدهم. هي دي القصه باختصار. فانت اللي عايز اوصله لك ان انت في مجتمع اصبح الحقد فيه على انك انت تنمي من نفسك وتبقى جزء من المجتمع وتبقى من اصحاب الثروات وانك انت تعمل ملايين. في ناس هتلاقيها قاعده مترصده لك ازاي ده يعمل ملايين. انت ما ينفعش تبقى عايش وسطينا وفي المجتمع بتاعنا وتعمل ملايين. لو انت فكرت وشغلت دماغك واجتهدت وطلعت وكبرت وعملت ملايين، احنا هنوقف لك بالمرصاد وهنعطلك من الملايين اللي انت بتعملها وهنهدك وهنوقفك وهنضطهدك وهنجرفك لغايه ما تيأس ولغايه ما توجع ولغايه ما تكره نفسك، ولو حبيت تنتحر انتحر. هو ده ملخص المجتمع اللي احنا بقينا عايشين فيه وللأسف، وطبعا مش كله وإنما الأغلبية إلا من رحم ربي. فربنا يهدي البلاد ويهدي العباد ويرجعنا لصالح الأحوال، اللهم آمين. وتحياتي لكم.